حلقتنا النهارده بقى عن الاهلي وصن داونز. طبعا دي كده مش كوره، خلاص دي ما بقتش علاقه كوره. انا علاقتي بصن داونز ما بقتش كوره. صن داونز ده واحد صاحبي كده، يعني انا مثلا مسجله على الموبايل ابو الشماميس المجدع، ومخصص له نغمه بحبك يا صاحبي. يعني فاهم انت العلاقه دي عامله ازاي؟ احنا خلاص يعني بقينا اصحاب. انا بس بقالي 5 سنين على التوالي بشوف صن داونز كل سنه مرتين. يعني انا ما بشوفش اصحابي بالكثافه دي. انا اصحابي بيوحشوني، بس صن داونز ما بيلحقش يوحشني والله العظيم. فشوفوا لكم حل يعني، كده كفايه. شوفوا لنا حل بقى، ماشي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في نص الملعب. قبل اي حاجه كده وقبل ما نبدا، انزل اخبط لايك للفيديو ده، واكتب لنا في الكومنتات توقعاتك عن ماتش سان داونز، وانت شايف الماتش ازاي، وشايف الاهلي اللي هيقدر يكسب ان شاء الله، ولا النتيجه هتكون ايه. ثانيا بقى، لو متابعنا من على الفيسبوك فلو سمحت اعمل سكان للكيو ار كود ده، وعشان تقدر تعمل لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. اما بقى لو انت اولد سكول زي حالاتي ومالكش في الكيو ار كود والهاي تك والحاجات دي، فهتلاقي اللينك بتاع قناتنا على اليوتيوب موجود في الكومنتات وموجود في الكابشنز فوق. فتعال نشوف سان داونز. اول حاجه هتفكر فيها لما تيجي تدرس اي فريق، تجيب جدول الدوري بتاعهم وتبص عليه. فلو جبت جدول الدوري الجنوب افريقي وحاولت تبص عليه كده، هيجيلك خضه وممكن تقع تموت مننا. سان داونز هو الاول في الدوري الجنوب افريقي من 21 مباراه، عنده 55 نقطه بفرق 22 نقطه عن صاحب المركز الثاني. استرها معانا يا رب. من 21 مباراه اتغلبوا 2 واتعادلوا 1، يعني فقدوا 8 نقط بس في ال 21 مباراه. يعني تبذير اوفر يعني بصراحه. الدوري عندهم 16 فريق بس. حاج عامر يا حاج عامر، يعني بيلعب اقل من الاهلي 8 ماتشات كل موسم. فبالتالي الدوري بيبدأ في ميعاده ويخلص في ميعاده، مفيش ماتش كل 3 ساعات زي عندنا كده. مش مضطر بقى ان هو يفضل يدور ما بين اللعيبه، ويفيش بقى الحوارات دي خالص. 8 ماتشات اقل. يعني دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا احنا بنلعب فيه 6 ماتشات، ف8 ماتشات ده رقم كبير جدا كفرق بين دوري ودوري. وطبعا كده يبقى العامل البدني في صالحه هو، مش في صالح انا تحت اي ظرف. مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. انسى بقى صن داونز بتاع زمان ده، ومن النهارده بهجت تاني خالص. انسى بقى سيرينو واونيانجو باكاماني وزواني، وانسى الناس دي. الناس دي لسه موجوده بس بتاخد فرص قليل جدا، ما عدا باكاماني. عاملين 7 صفقات جديده وعندهم 9 لعيبه اجانب. اغلى صفقه فيهم لعيب الوسط اليندي اللي جاي من الدوري الاورجواياني ويحمل الجنسيه الشيليه. قيمه الصفقه 3 مليون يورو، وطبعا لعيب غالي جدا وجاي من الدوري الاورجواياني. وحارس المرمى ويليامز اللي بيلعب مكان اونيانجو اساسي باستمرار. عشان تبقى تشكيله الفريق بيلعب باستمرار ما بين 4-3-3 او 3-4-3. يبقى حارس المرمى ويليامز، وعلى يمينه باك رايت موداو، في قلب الدفاع مافالا ومعاه كيكانا، على الباك ليفت موجود موديبا. قدامهم في نص الملعب بيلعب في مركز 6 موكينا، وعلى يمينه في مركز 8 أليندي، وعلى شماله سيفيليل ماخوليس. الثلاثة اللي قدام، على الشمال مايلولا، في النص مايما، على اليمين شالو لايل، وأحيانا بيغير شالو لايل وينزل مورينا. لو جيت مسكت قائمة هداف الفريق هتلاقي أول 2 فوق هم مايلولا صاحب ال 22 عام اللي قلت لك اللي بيلعب في الوينج ليفت، وهتلاقي معاه شالولايل اللي بيلعب في الوينج رايت. بص يا معلم، كفايه عليا قوي ان انا حفظت اسامي الناس دي، فالله يكرمك كده يعني ايه، شير الفيديو ده كده ونرفعنا. عشان نيجي بقى لطريقه اللعب، فهم بيلعبوا على الاستحواذ بصفه مستمره، بيحضروا كتير جدا وبيحضروا من العمق تمريرات كتيره جدا، تيكي تاكا بقى وحرفنه وسفاله وقله ادب، ولا في اوفر بالعرض ولا في تمريره طوليه. ودي حاجه كويسه لان هم مش متعودين على الزون ديفense، ولو انت ضغطتهم قدام وانت معاك الكوره هيقابلوا مشاكل كتير، لان هم مش متعودين ان حد يضغطهم من قدام. في ماتش الهلال وماتش القطن كان بيحضر بطريقه غريبه جدا، هتشوفها في الصوره اللي قدامك دي. وده انا بالنسبه لي هو ممكن يكون عمل كده لضعف الخصم او لضعف الضغط من الخصم، انه خلى الباكين بتوعه يضموا لجوه قدام الاتنين السيرد باكات. والاتنين السيرد باكات كانوا الاتنين بس لوحدهم من اللي ورا، والباكين بيضموا جنب موكينا اللي هو الهاف ديفندر، بيبقوا 3 في نص الملعب، فبيحضر ب2 ورا و3 قدامهم. ما اعتقدش خالص انه يقدر يعمل كده قدام الاهلي، لان في الحاله دي كولر مش هيرحمه.
فاعتقد يعني ان هو على الاقل هيخلي مداول باك رايت ياخر ورا عشان يقفل المساحه اللي ورا ب3، ويبقى قدامهم 2 كمان هما اللي بيستلموا منهم الكوره، فيعكس الموضوع بدل. وده ليه؟ لان بكل بساطه كده وهو بيحضر ب2 بس، لو الكره اتقطعت في نص الملعب فالطرفين فاضيين، يقدر المساحه اللي ورا الباك رايت كبيره والمساحه اللي ورا الباك ليفت كبيره، فهو ما يقدرش يعمل كده قدام الاهلي. طب هو اصلا كان بيعمل كده ليه؟ لان هو بكل بساطه عنده 2 محورين لاداء الفريق كله. هو موكينا اللي بيلعب هاف ديفندر، وجنبه لما بيضم اللي هو الباك ليفت موديبا، ده برده محور اداء الفريق لانه بصير عالي جدا. فالاتنين دول لو قفلت عليهم مش هيعرف يحضر ومش هيعرف يلعب كوره كويسه اسيستات او ريسكي باسس لقدام. بيهاجموا بكثافه عاليه جدا وبتمركزات كتيره جدا جوه منطقه ال 18. فالثلاثه اللي قدام دول تقريبا بيبقوا قاعدين في حضن المدافعين، وراهم بيجي من ورا الباك ليفت والثلاثه بتوع نص الملعب بيضغطوا ضغطه كويسه قوي بالكوره، فبيبقى فيه اوبشنز كتير قوي للراجل اللي معاه الكوره. زي ما انت شايف مثلا في اللقطه دي في ماتش الهلال. والكثافه الهجوميه دي بتساعدهم في حاجه غريبه، انه حتى لو الراجل اللي معاه الكوره ده اخطا وساب كل الخيارات المتاحه قدامه، يعني هو مثلا في اللقطه دي عنده اكتر من خيار للتمرير ويخلي، يعني مثلا اللي على الطرف الشمال ده لو اداله هيقدر يلعب العرضيه، حتى لو العرضيه اللي على الارض هتبقى مميزه جدا وخطر جدا، يقدر يلعب للاثنين التانيين اللي في العمق او يقدر يحضر على اليمين شويه. لكن هو اختار قرار غريب جدا اللي هو التسديد. هو شاط من هنا، وحتى لما شاط من هنا كثافه الهجوميه ساعدت ان الفولو اب يبقى فيه 3 داخلين على حارس المرمى والكره دي تتسجل هدف. عيوبهم الدفاعيه بقى عندهم عيبين. العيب الاولاني اثناء التحضير، ان انا زي ما قلت لك هم لو بيحضروا ففي 3 بيستلموا من نص الملعب، وده اللي حصل في ماتش القطن وماتش الهلال. بس اثناء التحضير ده لو الكره اتقطعت في نص الملعب بتبقى فضيحه. فمثلا في ماتش القطن الجون الوحيد اللي جابه القطن كانت بالطريقه دي، الكره اتقطعت في نص الملعب، كان في مساحه كبيره قوي زي ما انت شايف على الوينج ليفت، على الباك ليفت بتاعهم وراه في ظهره، فقدر الوينج رايت بتاع القطن يروح انفراد. وزي ما انت شايف طبعا استلم في مساحه كبيره جدا والباقي نعرفه جميعا. في ماتش الهلال نفس اللقطه بالكربون، اتقطعت في نص الملعب عند الثلاثه اللي بيحضروا، لكن الراجل اللي قطعها جه يلعب الاسيست في المساحه، فبدا هي بص حتى هتلاقي نفس المساحه الفاضيه، هي نفس المساحه الفاضيه. الفرق بس هنا ان الاسيست الباص نفسه طلع وحش جدا، فالكره اتطرفت، والراجل بدل ما كان رايح هيروح في مواجهه المرمى لو اتلعبت له قدام كده شويه، الكره اتلعبت على الطرف، وبالتالي الراجل اتطرف ولقى نفسه رايح يرفع كأنه رايح يرفع كورنر. العيب التاني بقى هو التمركز السيء في الكرات العرضيه. تخيل كده في ماتش الهلال مثلا كان في كورتين عرضيتين من ضمنهم الراجل ده وهو واقف واحد في وسط 2، تخيل مين اللي ياخدها؟ بالظبط الواحد. طب في لقطة تانية من الناحية التانية خالص وكرة عرضية تانية خالص واتلعبت وواحد في وسط 3 وبرضه الواحد هو اللي خدها. يعني راس الحربة الأزعة ده اللي هو بيلعب في الهلال كان عنده القدرة في مرتين ان هو ياخد العرضية على دماغه، برغم وجود معاه مرة 2 مدافعين ومرة 3 مدافعين، فهم كده عندهم تمركز زي الزفت. نيجي بقى للطريقة اللي احنا المفروض نلعب بيها عشان نقدر نكسبهم. مبدئيا كده لازم نلعب 4-3-3 عشان نقدر نسيطر على الكرة في نص الملعب لما تبقى معانا، ونقدر برضو نحاول نقطع الكرة معاهم في نفس المنطقة اللي هم بيعتمدوا عليها، يعني نعمل لهم زحمة في وسط الملعب. والزحمة دي ما تكونش زحمة كده وخلاص، لا لازم لعيبة تبقى عارفة كويس قوي المكان اللي هي متواجدة فيه واللي هيضغط لازم يكون في حد تاني مأمنه، لأن كل الناس اللي بتلعب عندهم في نص الملعب عندهم مهارة وعندهم التمريرات القصيرة كتير، فبالتالي لازم التلاتة دول كل واحد فيهم يغطي التاني، ما ينفعش يضغط ويبيع نفسه وخلاص. فمثلا التشكيل بتاعنا غالبا واللي انا متوقعه او اللي انا برجحه ان احنا هنلعب الخمسه طبعا اللي ورا اللي انت حافظهم اللي ما بيتغيروش، الشناوي ومعلول على الشمال، وفي النص منعم ومتولي، وعلى اليمين محمد هاني. 3 في نص ملعب، ديانج يلعب رقم 6 و2 هيلعبوا 8 اللي هو حمدي فتحي والسولية لو جاهز، واللي انا مش عارف طبعا جاهزيته ايه دلوقتي، لكن الخيار التاني هيبقى مروان عطية اقرب شويه من القندوسي. الثلاثه اللي قدام في 2 فيهم مش محتاجين فتي، وطبعا ماتش الشحات ده هيبقى ماتشه لان فيه احتماليه كبيره لوجود المساحه في ظهر مديبه الباك ليفت. وعلى الوينج ليفت بتاعنا طبعا احمد عبد القادر بنسبه كبيره جدا هو اللي هيبدا قدام. المفروض ان ده الماتش بتاع كهربا بنسبه كبيره. بالنسبه لسير المباراه المفروض نقسمه لاجزاء. اول ربع ساعه لازم تحاول تضغط عليهم من قدام وهم بيحضروا، خاصه قلبين الدفاع لان كورتهم اقل من باقي الفريق، واحاول اضغط عليهم عالي واحاول استخلص الكوره في النص في الجزء اللي قدام ده، واحاول حتى لو هم طلعوا بالكوره لغايه نص الملعب
ان انا اقطعها برضو هنا واستغل المساحه اللي في ظهر مديبه زي ما قلنا عليها بتاعه حسين الشحات. اما بقى لو الكرة معاك في نص ملعبهم فانت تحاول تحافظ عليها قدر المستطاع وتحضر كتير جدا وتخليهم مضغوطين في نص ملعبهم، عشان هم اخطائهم هتبقى كتير لان هم مش متعودين على الزون ديفنس ده، فبالتالي ممكن يحصل ارتباك. لو الكرة على الارض او عالية بالذات زي ما قلنا هيبقى فيه اخطاء كتير جدا في التمركز، وهيبقى فيه اخطاء دفاعية كتير ممكن تلعب عليها. لما تعدي اول ربع ساعة دي لازم تفتكر ان انت العامل البدني بتاعك مش هيبقى زيه، او على الاقل هيبقى زيه بالظبط، فبالتالي انت لازم تقسم المباراة لاجزاء. يعني انت دلوقتي ضغطت عالي وحاولت تضغط من قدام، لازم تتراجع شوية. يعني بقية الشوط الاولاني ممكن ما يكونش بقية الشوط الاولاني كله، بس على الاقل تلت ساعة كاملة من الشوط الاولاني لازم تتراجع. ولما تتراجع كده لازم تديله فرصة ان هو يحضر زي ما هو عايز ويحاول يبني الهجمة زي ما هو عايز، وتتأخر على قدر المستطاع عشان تجبره انه يفتح مساحة في خط ظهره، وبالتالي تقدر تلعب على المساحة دي. المهم ما تغلطش، لان هم في تحضيرهم من العمق بيحاولوا يستغلوا اخطائك كتير جدا. ما تندفعش في الضغط على حامل الكرة على قد ما تقطع مكان المساحة. يعني يحاول اللعيب دايما ان هو يقفل زاوية التمرير وهو بيضغط. اللي انا قلته ده هو اللي نفسي يحصل، لكن انا مش عارف كولر طبعا هيعمل ايه. ولو اني بتوقع ان هو يختار الفوز السهل، ان هو يتراجع من اول الماتش ويسيب الكرة، يمكن باستثناء اول ربع ساعة بس هيحاول يضغط من قدام عشان خاطر يستغل ضغط الجمهور واندفاع اللعيبه وحماسه اللعيبه والعامل البدني العالي جدا اللي في اول المباراه. لكن بقيه الماتش هيحاول يتراجع، لو ما سجلش هيفضل متراجع فتره كبيره، وهيحاول يطارد المساحه لان دي اسهل طريقه انت تقدر تكسب بيها سان داونز. لكن ده هيبقى فيه ريسك كبير جدا لان هما بيحضروا كويس قوي قدام في الحته بتاعه المهاجمين، وبالتالي ده هيبقى ريسك عالي قوي ان هم ممكن في اي وقت يخطفوا هدف. في الاول وفي الاخر ده تحليل اداء، ده الشيء المتوقع. لكن هل اللعيبه كلها هتبقى في التوب فورم بتاعتها ولا لا؟ الله اعلم. المدرب الوحيد برضه لازم تحط دي في دماغك، المدرب هو الشخص الوحيد اللي يقدر يحدد اذا كان اللاعب اللي انت متوقع انه يبدا، اصل هي مش بلاي ستيشن، اللاعب اللي ممكن يبدا الماتش او اللي انت متوقع انه يبدا الماتش هو اصلا المدرب شايفه المفروض يبدا ولا لا، حالته ايه النهارده، لان دول بشر وكل واحد فيهم حالته بتتغير بين يوم والتاني. فنسال الله التسهيل يعني ان كلهم يبقوا ان شاء الله في الفورمه بتاعتهم عشان المدرب يقدر يختار التشكيل المثالي بتاعه اللي يقدر يبدا بيه. وفي النهايه يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ويا رب ما تنساش انك تعمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وما تنساش برضو انك تكتب لنا في الكومنتات رايك في الحلقه، وتكتب لنا توقعاتك بالنسبه للماتش ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.